السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لكل محبين النادي الأهلي، مبروك لمصر، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي. بطولة أفريقيا رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي العظيم، النادي الأهلي اللي مشرف مصر، صاحب الريكوردات، الأرقام القياسية وتحطيمها على إيد النادي الأهلي. فوزه النهاردة ببطولة أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه، وللمرة الثالثة في آخر 4 سنين وصل فيهم للنهائيات على الوداد المغربي. النهاردة قدر يحكم سيطرته على أفريقيا بتعادله الإيجابي في مركب محمد الخامس، وسط جماهير المغرب المتحمسة جدا 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 جدا، واللي بتآزر فرقتها بمنتهى القوة ومنتهى الحماس. قدر النادي الأهلي النهاردة يحقق بطولة أفريقيا العزيزة الغالية، اللي النهاردة النادي الأهلي رد على كل الناس اللي شككت إن هو يقدر يحافظ على البطولة دي بعد فوزه 2-1 في القاهرة. قدر النادي الأهلي إن هو يوصل للي هو عايزه. النادي الأهلي ابتدى المباراة بداية متوازنة. كولر حط طبعا نفس تشكيل مباراة الذهاب، برضو السيطرة وقفل الأجناب والمدافعين ورصة وسط الملعب ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية. بس كان في ثغرة من ناحية علي معلول في بداية الشوط الأول، يعني تحديدا بعد الدقيقة 10 أو الدقيقة 15. ونجم يعني كان متألق فعلا هو وحسوني من ناحية اليمين، أو هو طبعا وعلمود كان ناحية اليمين، ونجم متألق جدا جدا وهدد مرمى الشناوي، وقدروا من كرة ثابتة ان هم يحرزوا الهدف عن طريق عطية الله بالكرة اللي خدعت الشناوي ودخلت في الزاوية اليمنى. طبعا الأهلي حس بالخطر، واحنا كمان حسينا بالخطر، وكنا فعلا يعني شايفين ان المباريات مع شمال افريقيا ما بتبقاش كورة، بتبقى مباراة فيها عنصر تضييع الوقت وعنصر الإثارة الجماهيرية وعنصر يعني عناصر كتير بره الكورة. النهاردة الأهلي لو بلغة الكورة يكسب، ولكن طبعا الحكم بقى تسيما الأثيوبي وحماس جماهير المغربية واللعب الخاص بلاعيبة الوداد من تضييع وقت ومن كان كل ده بصراحة احنا قلنا ان يعني بنسبة كبيرة الأهلي ممكن يفقد البطولة الأفريقية المحببة ليه. ولكن كان في مفتاح تحول في المباراة، كلمة سر اللي هي تغييرات كولر. كولر يعني قدر ان هو يوصل بدماغه انه في الدقيقة 60 والدقيقة 55 او تحديدا 58 ان هو يضخ دم جديد في الاطراف وفي وسط الملعب، وبالذات في وسط الملعب. تغييرة السولية النهاردة كانت اضافة كبيرة هي وقفشة، لانه حط في نص الملعب عنصرين عندهم جماليات الكوره، عندهم فنيات الكوره، عندهم بناء الهجمه. مروان عطيه مع احترامي وديانج وحمدي فتحي عناصر مهمه جدا في خط النص، جدا جدا جدا، حط 100 خط. ولكن جماليات الكوره وفن الاتقان وبناء الهجمه وصنع الهدف، لا، السوليه وقفشه بيتفوقوا في الحته دي. وبالفعل التغييرات اللي النهارده طبعا لما خرج الشحات وخرج حمدي فتحي، وقدر ان هو يحط السوليه ويحط قفشه ويحط شريف ويحط احمد عبد القادر، قدر ان هو يرجع المباراة مرة تانية، وان هو يحاول ويجاري لعيبة الوداد بعد ما كان ان هو ابتدى الوداد ان هو برضو يلعب بتعالي شوية، او ان هو يحس ان هو المباراة خلاص قربت او البطولة قربت منه. ولكن اسست علي معلول لسادس مرة في دوري ابطال افريقيا على راس محمد عبد المنعم صاحب الرأس الذهبية، المدافع الحصري، المدافع العصري زي ما بيقولوا كده. فعلا هدف وهدفين وثلاثة واربعة. محمد عبد المنعم بيحط هدف نسخة بالكربون من الهدف اللي حطه في الرجاء المغربي في السنة اللي فاتت بالظبط، بنفس رفعة كورنر علي معلول يخش فيها محمد عبد المنعم عشان يحرز هدف في البطولة ويقفل كل مفاتيح او كل طرق
فوز الوداد ببطولة افريقيا، لا، الاهلي احكم سيطرته على الاميرة الافريقية، تحدى الصعاب، تحدى بلاك تسيما الحكم الاثيوبي، تحدى طبعا حماس الجماهير المغربيه الشقيقه اللي محققها ان هي تشجع فريقها بكل روح وحماس، تحدى تضييع الوقت من لاعيبه الرجاء، عفوا، لاعبي الوداد، تحدى الظروف الصعبه، قدر ان هو يوصل بالمباراه لبر الامان. ألف مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارته بقيادة نجمه أو أسطورته محمود الخطيب، مبروك لكل منظومة اللعبة في مصر. لما النادي الأهلي بيبقى النادي الوحيد اللي بيدخل بطولة في كرة القدم وصاحب البسمة الوحيدة في كرة القدم السنة دي، يبقى ألف سلام وتحية لجماهير النادي الأهلي والمجلس إدارته واللاعيبته اللي النهاردة وصلوا كأس العالم للأندية، خدوا بطولة أفريقيا المرة ال11، كسروا جميع الأرقام القياسية، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات، اليو ديانج، مروان عطية، وعلي معلول، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر ابراهيم، والشناوي، وكل لعيبه الاهلي الكبار. مليون سلام وتحيه، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.